السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كام خبر كده هنتكلم فيهم. معانا خبر عن الفنان منير مكرم. الفنان منير مكرم نقلوه للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة. هنقول تفاصيل الخبر، وكمان معانا خبر عن لاعب الكرة شوبير وتفاصيل عن الحادث اللي حصل. معانا خبر كمان عن الفنانة رحمة أحمد والرسالة المؤثرة اللي ابنها كتبها لها وهي في المستشفى. قبل ما نخش في أي تفاصيل نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لإخواننا المستضعفين إن ربنا يفك كربهم ويزيح همهم. طبعا الخبر الأولاني هنتكلم فيه عن نقل الفنان منير مكرم إلى المستشفى بعد أزمة صحية طارئة. هنقول التفاصيل. تعرض الفنان منير مكرم لأزمة صحية، نقل على أسرها إلى مستشفى بالدقي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. الفنان منير مكرم صباح اليوم اتعرض لأزمة صحية، نقلوه مستشفى بالدقي لتلقي الرعاية الطبية، وعمل الفحوصات ليعرفوا يعني نتيجة الأزمة ديت كانت من إيه. صرحت زوجة الفنان منير مكرم إن زوجها حاليا بالمستشفى بعد إصابته بنزلة شعبية مع ضيق في التنفس ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأوضحت أن الأطباء أكدوا له إنه سيبقى في المستشفى حتى يتماثل للشفاء. طلعت زوجة الفنان منير مكرم وصرحت في لقاء مع جريدة إن جوزها حاليا في المستشفى بعد إصابته بنزلة شعبية. يعني حصل له إيه بقى بعد إصابته بنزلة شعبية؟ على أثر النزلة دي سببت له ضيق في التنفس، يعني كان بياخد التنفس بصعوبة جدا، ونقلوه بسرعة المستشفى في الدقي بيتلقى العلاج اللازم. وطبعا الأطباء أكدوا إنه هيفضل في المستشفى حتى يشفى تماما من الأزمة بتاعته. وكان قد كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤخرا عن تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد بعد استغاثته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالب خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذه. الفنان منير مكرم هو عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وكان الفنان عيد أبو الحمد بيستغيث على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب من خلالها التدخل العاجل لإنقاذه. فطبعا منير مكرم على الفور استجاب لهذا الاستغاثة. منير مكرم كتب على حسابه على فيسبوك إن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي استجابت على الفور، وتم نقل الفنان إلى مستشفى النيل لتلقي الرعاية اللازمة، موجها الشكر للفريق الطبي ووزارة الصحة على سرعة التحرك، ومتمنيا الشفاء لزميله. طبعا منير مكرم استجاب للاستغاثة بتاعة الفنان عيد أبو الحمد، وكتب على حسابه الخاص على فيسبوك إن النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي استجابت على الفور، وتم نقل الفنان لمستشفى النيل لتلقي الرعاية اللازمة. ووجه الشكر للفريق الطبي اللي بيعالج الفنان، ووجه كمان الشكر لوزارة الصحة على سرعة التحرك، ومتمني الشفاء لزميله. الفنان عيد أبو الحمد أعلن في وقت سابق، أعلن يعني قبل كده، عن معاناته من ضعف شديد في ضربات القلب وحاجته إلى جهاز منظم لضربات القلب، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة دون أن يتلقى ردا، ما دفعه لمطالبة الجميع بالدعاء له. طبعا الفنان عيد أبو الحمد أعلن قبل كده عن معاناته من ضعف شديد في ضربات القلب، وهو كان محتاج لجهاز منظم لضربات القلب، وطبعا تواصل مع وزارة الصحة دون أن يتلقى وما تلقاش منهم أي استجابة. طبعا دفع الفنان الموضوع دوت، دفع الفنان إن هو يطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء. نتمنى الشفاء العاجل للفنان منير مكرم، واكتبوا له دعوة حلوة من قلبكم في التعليقات للشفاء العاجل. هننتقل على الخبر الثاني، وهو رحمة أحمد تكشف رسالة ابنها بعد وعكتها الصحية، يلا ارجعي البيت بسرعة. طبعا رحمة أحمد كانت حصل لها وعكة صحية، وقالوا ان في تضخم في الكبد وفي عندها مشاكل كتير صحية، وهي كانت بتعمل مشروع، وفي يوم الافتتاح بتاع مشروعها
أو قبلها حصل لها وعكة صحية واتنقلت على إثرها المستشفى، وعملوا لها الفحوصات الطبية اللازمة. زي مواقع التواصل ما اتكلمت وقالت ان رحمة احمد عندها تضخم في الكبد وعندها مشاكل كتير صحية، فهي طلعت توضح وبتكشف رسالة ابنها بعد وعكتها الصحية: يلا ارجعي البيت بسرعة. رحمة احمد تكشف رسالة ابنها بعد وعكتها الصحية: يلا ارجعي البيت بسرعة. وطبعا منزله صوره وهي حاضنه ابنها. شاركت الفنانه رحمه احمد جمهورها ومتابعيها برساله مؤثره تلقتها من ابنها مصطفى الشهير بصاصه، وذلك بعد تعرضها لوعكه صحيه استدعت دخولها المستشفى. طبعا رحمه احمد تلقت رساله كتبها ابنها الصغير الشهير بصاصه. ابنها اسمه مصطفى وهو شهير بصاصه، بيدلعوه بصاصه. طبعا الرسالة كتبها ابنها بعد تعرضها للوعكة الصحية ودخولها للمستشفى. ونشرت رحمة الرسالة عبر خاصية ستوري على حسابها انستجرام، وجاء فيها: الحمد لله على السلامة يا ماما يا حبيبتنا، يلا علشان ترجعي البيت بسرعة جبنالك وردة. يعني رسالة مؤثرة من طفل صغير، كلمات بسيطة عبر بيها عن حبه لأمه وافتقادها ليه بعد دخولها المستشفى. فحبت ان هي تنزلها على الانستجرام على صفحتها الخاصة وتنشرها. ونقلت الفنانة رحمة احمد الى احد المستشفيات بالقاهرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. كشفت الفحوصات الطبية انها تعاني من تضخم في الكبد ما استدعى حجزها تحت الملاحظة لتلقي الرعاية اللازمة. وكان كشف مصدر مقرب من رحمة احمد في تصريحات صحفية ان الفنانة شعرت مؤخرا بدوار واعياء شديد ما استدعى نقلها على الفور الى احد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. طبعا رحمة احمد حست مؤخرا بدوخة واعياء شديد، ودوت مصدر مقرب منها هو اللي بيقول الكلام ده. اتنقلت على طول على الفور للمستشفى لاجراء بعض الفحوصات الطبية. وقبل يومين شاركت رحمة احمد متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وبرفقة صديقتها هدى المفتي ودنيا سامي وانتصار بطلات مسلسل 80 باكو، حيث فاجأتهم بفيديو أن الخبر يتعلق بافتتاحها مشروعا جديدا خاصا بها. طبعا هي قبل الواقعة بتاعتها بيومين رحمة أحمد نزلت مقطع فيديو ظهرت فيه هي وصديقتها هدى المفتي ودنيا سامي وانتصار بطلات مسلسل 80 باكو. فاجئتهم بفيديو ان الخبر يتعلق بافتتاحها مشروع جديد خاص بها. هي فاجئتهم الخبر، ونتمنى لرحمة احمد الشفاء العاجل. الخبر الثالث والاخير عن مذيع الكرة او لاعب الكرة شوبير. طبعا كان راكب عربيته وماشي محور صلاح سالم، فوجئ ان العربية بتطلع نار. طبعا نزل علشان يشوف الموضوع فيه ايه، لا العربية مولعة من ورا. طبعا بدأ ان هو يطفيها والناس اتجمعت وحاولوا انهم يطفوا العربية، ففعلا طفوا العربية. طفوا الحريق كان بسيط ما كانش كبير ولا حاجة، والحمد لله انها حاجة بسيطة ما وصلتش لكارثة ولا حاجة. طبعا نتمنى السلامة لشوبير وربنا يسترها. وإن عجبكم الفيديو اتمنى تدعموني بلايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني الجديد، ونصلي على الرسول في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.